السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله الا بذكر خير تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب، كل عام وانتم بخير. بمناسبة اول يوم شهر رمضان النهارده هنفرز مع بعض، مكملين مع بعض سلسلة تفريزات القلقاس. ومعايا النهارده يا بنات كده اللهم بارك 2 كيلو ونص قلقاس. القلقاس غالي في السوق، هو ب 25 جنيه، فعشان كده جبت على قد. معايا كده 2 كيلو ونص قلقاس، ومعايا 4 ربطات سلق، ومعايا 4 ربطات كزبره يا حبايب قلبي. ده الخضار بتاع القلقاس بتاعي. هبدا كده اقطع السلق زي ما انتم شايفينه كده اهوت. وطبعا اللي هعمله هو الاول عشان هنقعه بشويه ميه وخل كده على السريع عشان يبقى ايه معقم معايا ونضيف جدا. فادي الورق بتاع السلق يا بنات، انا باخده زي ما انتم شايفينه كده اهوت، وهقطفه تقطيف زي ما انتم شايفين. انا مش عايزه العروق بتاعته، انا باخد حاجات بسيطه منها، مش اللي فوق دوت. زي ما انتم شايفين كده اهوت. اللهم بارك، ما شاء الله يا بنات. تفريزه وطريقته جميله جدا جدا جدا، وتقعد معاكي سنه في الفريزر من غير ما يمزلق ولا يعمل مخاط ولا اي حاجه خالص نهائي. قطفت السلق اهوت، ومعايا بقى الكزبره نطفتها يا بنات تنظيفه حلوه، وابدا كده انزل بيها على السلق بتاعي زي ما انتم شايفين اهوت على السريع اهو. كده انا خلصت التقطيع بتاعي يا بنات. هحطها كده في بوله وانزل فيها بالميه يا بنات، واحط عليها شويه خل واركنها على جنب تتعقم شويه ويتطهر ويبقى نضيف معايا زي الفل اهو. ايه رايكم؟ تمام كده لحد دلوقتي؟ صليتوا بقى على النبي يا حبايبي ولا لسه؟ سموا الله كده وصلوا على الرسول كده، وشجعوني باجمل لايك عشان تعلي الفيديو اعلى مشاهده. زي ما انتم شايفين كده يا بنات القلقاس بتاعي. بصوا انا بقطعه زي التقطيعه اللي تريحك، انا بقطعه كده صوابع يا بنات علشان اقدر بس اتملك منه، لاني مش هقدر اقطعها كده وهي سليمه. بصوا انا قطعته كده اهو صوابع يا بنات زي ما انتم شايفين. يبقى سهل جدا 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 في التقشير عليا، لكن لو مسكتيها بايدك مش هتقدري تقشريها كلها مره واحده، هتتعب ايدك ومش هتقدري تتحكمي فيها كويس. هقطعها زي ما انتم شايفين كده اهوت صوابع يا بنات او حلقات زي ما انتم عايزين اهوت. وابدا بقى كده اقشر كده يا بنات. بصوا ما شاء الله بيضه وزي الفل قشطه يا بنات، اللهم بارك. ومعايا البوله كام يا بنات بقى، وقطعيها بقى المكعبات اللي انت عايزاها، كبيره صغيره. زي ما اتفقنا قبل كده ان المطبخ اختياري مش اجباري، كل واحد بيعمل بطريقته، كل واحد شيف في بيته. احنا بندي افكار لبعضنا فقط لا غير. كده كده تمام اهوت. انا ببدا كده اهو قشرته يا بنات، وابدا بقى كده اقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم كده؟ تمام كده. بصوا المكعبات يا بنات لا كبيرة ولا صغيرة اهوت. كده قشرتها معايا زي الفل. طبعا كان لازم اقلع الجوانت عشان اقدر اتحكم فيه اكتر. انزلي بقى على الحنفيه بقى يا بنات، شطفه مية مية كده، فم واتنين وتلاته واربعه لحد ما تنزلي كل الميه البيضه ده اهي، وتخليه كده قشطه معاكي. بصي اهم حاجه يبقى زي الفل. انا غسلته عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا ما شاء الله بنت اللهم بارك. والخضار غسلته معايا كمان زي الفل اهو، حاجه كده زي الفل. حط بقى القلقاس بتاعي في قلب بوله بعد ما اتصفى كويس قوي، وانزل معاهم بليمونه كبيره، ما احطش ايدي يا بنات. ابدا احرك كده الليمون فيه زي ما انتم شايفين كده اهوت، وفي الكيس بتاعي كده على طول يا بنات زي ما انتم شايفين كده اهوت، واحطه في قلب الكيس اهو. نجم معايا كيسين اتنين يا بنات. انا كده كده كل ما يبقى معايا، كل ما بنزل السوق بجيب حاجه في حاجه وافرزها، بس حبيت اعمل فيديو صغير دوت كده معاكم. حطيت القلقاس بتاعي في قلب الكيس، وابدا انزل بالخضار زي ما انتم شايفين كده اهوت، وابدا احط حبه ميه او حبه شوربه الموجود واللي عايزه تحطيه. وابدا كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا اضربه في الخلاط، انا مش هضربه ناعم يا بنات، انا عايزاه مجروش. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهوت. ده انا كده لازم اصفيه تصفيه حلوه. هاخد الميه لوحديها، وهاخد السلق دوت الخضره دي لوحديها كده. بصوا انزلي بقى عليها قوي كده بايدك بقى، صفيها صفيها، مش عايزه فيها اي سوائل خالص نهائي. ده اللي هيتحمر يا بنات اللي انا بصفيه. والميه ده هي دي اللي هحطها في ميه الشوربه، وانا بغلي قبل الشوربه قبل ما انزل بالقلقاس بتاعي. صفتها حلو تمام زي ما انتم شايفين كده. بص ما خليش فيها اي سوائل خالص زي ما انتم شايفين اهو. وهبدأ بقى كده كيس هحط فيه يا بنات المية اهوت لوحديها، وكيس هحط فيه برضك الخضرة لوحديها زي ما انتم شايفين كده على السريع اهوت. تفريزه سهل وبسيط جدا، بيقعد معاكي سنة من غير ما يسود، من غير ما ينزل المخاط بتاعه ولا اي حاجة خالص نهائي. اللهم بارك. حبة قلقاس زي العسل، طريقتي من زمان ما اقدرش استغنى عنها في التفريزات. زي ما انتم شايفين كده زي الفل اهوت اهو. ايه رايكم في الكلام دوت؟ انا حطيت الميه اهو كده يا بنات، وابدا بقى اجيب الخضره بتاعتي اللي انا صفيتها وعصرتها قوي اهي، واحطيها بقى كده بطاطي قوي كده عشان كده تطلعيها تفك معاكي على السريع. ايه رايكم؟ كان لايك وشير كتير عشان اوصل لك كل جديد من قناتي. كان فيديو صغير، انتظروني فيديوهات جديده تفريزات رمضان. كل عام وانتم بخير. كده زي الفل اهوت معايا يا حبايبي. ابدا بقى احط كل كيس فيه ميه وكيس فيه خضره كده، واربطهم في بعض عشان اقدر اعرفهم من بعضهم. ايه رايكم؟ دعوة حلوة من قلبكم وليكم بالمثل. لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. كده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. أسيبكم في حفظ الرحمن. سلام.